السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في برنامجنا ديال الطبخ والحلويات. اليوم غنقدم لكم خبز بالقمح ديال الدار اللي كنحتاجو فيه المقادير التاليه: كيلو ديال القمح، النخاله ديالو، زلافه ديال الخميره بلديه، الماء دافي قياس اللي غيجمع لينا خليط، ملح، خميره الدار. بسم الله. دابا غنمشيو لطريقه التحضير. غنجيبو قصريه نخويو فيها الدقيق ديالنا، نزيدو خميره بلديه، ملح، غنديرو الخميره تاع الدار وغنجمعوها بالماء. دابا غنبداو نضيفو الماء قياس اللي غيجمع لينا العجين. دابا غنرشوه بالماء، كنبقاو نستمروا على هذه العمليه، نديروا رشه ودلكه حتى كيطرخف لينا العجينه ديالنا. كيف كتشاهدوا معنا طرحت على هذه الطريقه مخفوفه بزاف. دابا غنخليوها حتى تخمر، عاد نتلاقاو باش نقرصوها. كما كتشاهدوا من بعد ما خمرات العجين ديالنا على هذا الشكل، كنجيبوا الطاوله اللي كتدخل للفرن كنرشوها بالحمراء. بطبيعه الحال غتكون عندنا الحمراء اللي غنقرصوه بها. نبداو دابا على بركه الله كنغسلو يدينا بشويه الماء باش نجمعو كنديرو صغير تلوليف صغير على هذا الشكل. كنستمروا على نفس العمليه حتى يكمل كاع الخليط اللي عندنا. من بعد ما لولبنا العجينه ديالنا دابا غندوزو للتقراص. من بعد ما كملنا الخليط ديالنا كامل في التقراص كيف ما كتشاهدوا معنا، من بعد منين غيخمر غنردوه يطيب، ولكن نتكيوه شويه بالفرشيط. غنديروا مثلا كل خبزه غنثقبوها 5 المرات او 4 المرات. تلاقاو بعد قليل باش نشوفوا النتيجه اللي حصلنا عليها. كيف ما كتشوفوا الخبز بالقمح واللي مقرص بالنخاله ها هو كيف جا، صدقوني كيجي زوين. هانتوما شوفوا من الداخل. كنتمنى انكم تجربوه. الى اللقاء، الى فرصه ثانيه ان شاء الله.